بص حد حط، يبقى يحط السيليكون هنا، بص يسد الخرام بتاعت الزيت. بص ينفع كده؟ بص ايه ده؟ بص بص كل ده سيليكون اهو. مينفعش اصلا السيليكون ده بيتحط في الجوانات، ما ينفعش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد. مكنة 2011 والاسطى حسين طبعا اللي عامل العمرة بتاعت المرة اللي فاتت اهو بيفك في المكنة، واحنا طبعا هنفك وهنشوف ايه فيها، ايه بستم او شامبر، يعني هنمشي العملية. طبعا احنا فكين الكورونا اهي، كورونا اهي، فكين الكورونا كان فيها خط، لقينا الترس كبير متاكل اهو. طبعا احنا هنفك وهنرجع لكم. طبعا احنا ايه قلنا ايه نصورها لكم اهو. طيب هنفك، استنونا اوعى تروح في اي حته. ورجعنا لكم تاني اهو، فكينا المكنه. بس بص بقى صنايعي، بص حد حط، يبقى يحط السيليكون هنا، بص يسد الخرام بتاعت الزيت. بص ينفع كده؟ بص ايه ده؟ بص بص كل ده سيليكون اهو. مينفعش اصلا السيليكون ده بيتحط في الجوانات، ما ينفعش. بص سيليكون قد ايه، بص اهو. ده يعيب الشغل ويخليه ما يرفعش زيت. عندك الفوله اهي بتاعت الزيت اهي، مش ما ترفعش زيت خالص، سد من السيليكون ده اصلا اهو. طبعا احنا بنوريكم بس عشان ما حدش يقع في الاخطاء دي تاني. احنا هنشوفها زيرو كام وهنرجع لكم، استنونا. ورجعنا لكم تاني. احنا بص اهو، نبص كده على البستم القديم والله العظيم. بص حتى من فوق بص. يا سبحان الله، ده نفس الطيابه والزحمد ولا؟ بص بص الله يبارك لك بيجري اهو. بص احنا كنا عايزين نروح مره كمان مع حميد ولا نشوف كده. بص طيب يعني هو هيروح الهايبر كده يعني. انت بتكلمني ولا بتكلم حاجه تانيه؟ كده احنا شفنا البستم القديم اهو بتاعه. بص البستم اللي احنا جايبينه هو الاصلي انا بكلمه من غير شامبر اهو. بص بس انا والله مدعوك في الموضوع اللي انا بقول لك عليه دوت. بص بص بس الحمد لله ان هي اتمسكت، الحمد لله ان احنا عملنا محضر عشان ايه كان الواحد هيتمسك في الموضوع ده الصح. ماشي يبقى انا حاضر. طبعا احنا هنقفل وهنرجع لكم. الف شكر يا باشا. يلا استنونا لحد ما ارجع. ورجعنا لكم تاني. احنا كده خلصنا. بص العمره هنا اهو ودايره، بس فاضل ايه الكورونا هنقفلها ايه. تعالى قرب كده. الكورونا ايه قفلناها ايه، بس فاضل بقى هنشحم السبالم الناحيه دي اهو. وكده يبقى احنا كده خلصنا العمره، واحنا ركبنا لها البستم. وطبعا دي من الحديد الوش ده. ارجع شويه ورا. كده احنا كده خلصنا. اهم حاجه تشتركوا في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلكوا كل جديد. واهم حاجه تصلي على الحبيب عشان قلبك يطيب. ما تنساش تعمل لنا لايك، واي حاجه عاوزها اكتب لنا في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع فيديو جديد مع محمد دش، قناه فن الحرف والمنوعات.